أصحابي ازيكم؟ صباح الفل عليكم. النهاردة أول يوم في رحلتنا، رحلة الدايت. ومشوار ال1000 ميل بيبدأ بخطوة، واحنا النهاردة في أول خطوة من ال1000 ميل بتوعنا. اتقوي وتشجعي، ربنا معانا. إن شاء الله احنا قادرين عليها. هنبدأ وهنكمل للآخر. على فكرة الدايت اللي احنا هنمشي عليه او النظام هو مش بس للتخسيس، لكن ده كمان اللي عايزة تحافظ على جسمها ينفع تمشي عليه كويس جدا، لان هو زي ما احنا قلنا هو اسلوب حياة. النهارده اول يوم زي ما اتفقنا. انا صحيت دلوقتي الساعه 7 الصبح. اول حاجه عملتها بعد ما خرجت من الحمام هو اني سجلت الميزان بتاعي، وزنت. الميزان في البيت مهم يا جماعه، مهم جدا. وزنت وسجلت في الاجنده بتاعتي زي ما انتوا شفتوا في الفيديو اللي فات. وامبارح كنت مبيته في التلاجة الميه دي، ومقطعه فيها شرايح خيار وورق نعناع فريش اهي بالمنظر ده. ودلوقتي هعصر عليها الليمونه دي قدامكم. ما بيتش الليمون من بالليل علشان ما يمررش، تمام، علشان اعرف اشربها. خدوا بالكم من الليمون لان في ناس معدتها بتتعب من الليمون. تمام. هعبي بقى الازازه بتاعتي دي اللي هي كوبايتين ميه او النص لتر، فهعبيها ميه وهم دول اللي هشربهم على الريق. هيتبقى من الميه دي على فكره ينفع نكمل نملى منها الازازه عادي طول اليوم، ولما تخلص هنشرب ميه عاديه يعني. دلوقتي هنشوف الاجنده بتاعتنا انا مرتباها ازاي. الاجنده دي انا مرتباها من امبارح بالليل، يعني مش بقوم النهارده ارتبها، لا، لازم ابقى عارفه انا هاكل ايه ومرتبه الوقت علشان ما اضعفش واكل حاجه مش في الحسبان. تمام. عايزه اوريكم ازازه الميه اهي. انا شربت تقريبا نصها اهو كده. وانا اول ما عملتها بلون الميه متغير شويه علشان كان فيها حطينا عليها ليمون، وعشان كان فيها كمان النعناع. واتفقنا ان النعناع مفيد قوي على فكره، طعمها حلو قوي. النعناع سايب نكهه كده، والخيار كمان سايب نكهه. وانا بكلمكم كده بشرح لكم هشرب الكوبايه اللي فاضلالي وبعدين اقوم اجهز الفطار. يلا بينا نشوف انا جهزت ايه. انا مرتبه ان انا هصحى من 7 الصبح. ظبطت المنبه بتاعي على 7 الصبح، وعملت معاكم الميه وشربتها. دي ازازه الميه بتاعتي اهي، خلصت اهي، شربتها معاكم. وبعدين هشرح معاكم اليوم، وبعدين هقوم اعمل الفطار. انا مرتبه النهارده هشرب كوبايه شاي بلبن، انا بشربه من غير سكر خالص. عندك مشكله في ده؟ احنا لينا 3 معالق سكر طول اليوم في كل المشروبات اللي هنشربها، فقسميهم ووزعيهم براحتك. انا الشاي بلبن بشربه من غير سكر. وهاخد بضايه مسلوقه وربع رغيف وخيارايه. كل ده هجهزه معاكم. وبعدين هنزل من الساعه 8 ل8 ونص همشي. اتفقنا ان احنا نمشي كتير في الاول. تمام، نص ساعة بس، ده من ضمن الخطة بتاعتنا اللي احنا حاطينها. وانا راجعة هطلع السلم لحد الدور التالت، وهنزل كمان هنزل على السلم. تمام، وهنشوف مع بعض. 10 ونص هاخد سناك. وخلينا بقى نشوف يعني ايه، مش عايزة اعرض اليوم كله، بس هنشوفه بالتفصيل مع بعض. انا عايزة اوريكم ان انا شايفين كل يوم لحد بالليل انا مرتباه، مش اشوف عندي ايه وبعدين اكله، لا، ده انا مرتباه من قبلها. انا عارفة عندي ايه في التلاجة وعارفة عندي ايه غدا، فهرتب. يلا بينا نكمل.
وده ميعاد اول سناك النهارده، وهو انا هاخده نسكافيه باللبن بمعلقه واحده سكر. ممكن ناس تعتبره من المشروبات يعني، ما يعتبرش سناك، لكن عشان انا حاطه عليه نص كوبايه لبن خالي الدسم وكمان حاطه معلقه سكر، فده يعتبر سناك او لقيمه زي ما انتوا حابين يعني تسموها. جه ميعاد الغدا. ده طبق الغدا بتاعي النهارده. انا عامله خضار باميه ورز وسلطه ولحمه بروتين. فعايزه اقول لكم ان انا طبخت الباميه ني في ني، يعني البصل والطماطم، صوص الطماطم والشوربه والباميه كلهم في حله واحده، وبعد وما جيت اطفي عليها بعد ما اتظبطت واتسبكت حطيت بس نص معلقه من السمن البلدي، ممكن تحط زيت. طيب ايه فايده السمن؟ انا قلت ان احنا محتاجين لسمن في اكلنا، محتاجين لكميه من الدهون، بس حاجه صحيه. تمام. انا حاطه على الحله كلها، على الطبخه كلها مع نص معلقه، فكده انا هاخد نسبه قليله جدا من الدهون. الرز انا عامله الحله كلها بنص معلقه رز، فطبعا هنا اخدت الكميه بتاعتي، هقول لكم قد ايه دلوقتي. والسلطه الخضراء، السلطه دي مكونه من طماطم وخيار وفلفل الوان اصفر واخضر واحمر، واللي هو الكرنب اللي هو البنفسجيات ده، الموف ده. وحط عليها ملح وكمون وليمون ومعلقه من زيت الزيتون. ودي قطعه من البروتين اللحمه، انا ماليش في اللحمه قوي، ممكن تاخدوا قطعه تانية لو صغيره قد الحجم ده. هنا بقى المعايير، جاي دور المعايير. فاكرين المعايير اللي قلناها في الفيديو اللي فات؟ هو ده المفروض ان انا اخد معيار كوبايه ونص من السلطه بالمعايير دي. انا عملت بالمعايير دي كوبايه ونص من السلطه ونص كوبايه من الرز وكوبايه من الخضار زائد قطعه البروتين. عشان كده انا قلت لكم انا هحتاج المعايير دي مش موجوده، هنعاير بكوبايه بس هنثبتها نعاير بيها كل حاجه. تمام. الكوبايه دي مقدارها 220 ملي، فانا اخدت كوبايه ونص من السلطه الخضراء ونص كوبايه من الرز وكوبايه كامله من الخضار ايا كان طريقته، ونعمله بطريقه صحيه افضل، وقطعه من البروتين. المفروض بعد الغدا على طول في قطعه بحجم علبه الكبريت، قطعه صغيره شوكولاته بسبوسه اي حاجه حلوه، لازم في النظام اللي احنا هنمشي عليه ده. ودي مش هنكبر دماغنا منها لان احنا متفقين ان احنا محتاجين سكريات. تمام. دي كانت وجبه الغدا النهارده. هقابلكم بقى في السناك اللي بعد الغدا. ده حجم حته الشوكولاته اللي هاخدها بعد الغدا على طول دلوقتي. هو بسكوت ويفر كده بالشوكولاته، بس الشوكولاته بتاعته تقيله يعني شويه، فطبعا اخدت حته كده في حجم علبه الكبريت زي ما احنا شايفين، او هي المفروض تبقى بمقدار 20 جرام لو عندك ميزان. السناك التاني تفاحيه وقطعه من البطيخ. اخر حاجه خالص الساعه 9 دي اخر وجبه هاخدها النهارده ان شاء الله، وهي زبادي ومقطعه عليها تفاحيه من غير اي سكريات ولا اي حاجه، وبعدها هشرب شاي اخضر وخلاص على كده. النهارده اليوم الفيديو كان طويل شويه معلش، بس عشان كان اول يوم وكنت محتاجه اشرح فيه النظام اللي هنمشي عليه. بعد كده الدنيا هتبقى اسهل، هصور بس الوجبه اللي انا اخدتها عشان اديكم افكار لاكلات يعني ممكن ناكلها. الميه عارفين الازازه اللي انا وريتها لكم انا شاربه منها 6 النهارده. موضوع الازازه ده بيسهل جدا اني احسبهم بالكوبايه 6، يعني انا شاربه 12 كوبايه ميه، 12 يعني 3 لتر. حلو جدا جدا. اتشجعوا. اللي مشي معايا على النظام يكتب لي في الكومنتات، خلونا نشجع بعض. خليكي عارفه ان انتي قدها وقدود، يلا كملي. عايزه اشوف التقارير بتاعتكم او كومنتاتكم، شجعوني ونشجع بعض، وانا كمان هشجعكم. يلا باي باي.